مشاهدينا الكرام أينما كنتم سلام الله عليكم، جمعة مباركة. بعد بسم الله والصلاة على رسول الله، تفضلوا معايا للكوزينة. خياتي اليوم رايحين نحضروا هذو لي تارتولات بمقادير بسيطة ويقطعوا لنا كمية لا بأس بها. وصفة تارتولات بطريقة جديدة من ذوق وبنات، نتمنى أنها تنال إعجابكم. راح نشوفوا مقاديرها. وصفة لي تارتولات نتاع نهار اليوم مع كريمة البرتقال هايلين بزاف، نتمنى أنكم تجربوها. فكرة جديدة من ذوق وبنات، يعني سهلة التحضير وتقطع لنا كميه لا باس بها. ومادام رانا في موسم البرتقال، قلت انا نعمل لكم كريمه بالبرتقال، خرجت ما شاء الله. مقاديرنا هي كاس نتاع الفارينه، 2 مغارف كبار نتاع سكر غلاس، 4 كاس نتاع الزيت، مغرف السمن، وساشي تاع لافاني. عندنا كميه من الحليب. رايحين نجمعوا المقادير بالحليب، نفرغوا غير شويه ونجمعوهم. فوالا، هذه العجينه تاعنا تجي طريه، تجي ما شاء الله. راح نخلو العجينه على جهه ونحضروا الكريمه. هنا عندي 2 حبات تاع تينا، عصرتهم كما راكم تشوفوا خياتي بالعصاره اليدويه. هذه العصاره اليدويه عمليه جدا، كنت عملت لكم ديجا فيديو عليها من قبل. بعد ما نفرغوا عصير البرتقال، نضيفوا كيس الفانيليا، 2 مغارف كبار نتاع السكر. في نفس العصاره نفرغ كاس نتاع الماء ونضيفوا الى الخليط. نزيدوا 2 مغارف كبار نتاعنا مايزينا ونحطوه على نار متوسطه. نزيدوا مبشور البرتقال، نبقاو نحركوا في الخليط حتى يثقل معانا. نزيدوا قطعه مارغرين كما راكم تشوفوا في الفيديو. وبعد ما ثقلت الكريمه نحوها مع النار ونخلوها تبرد. نروحوا نحضروا لي بولات نتاع لاباط، نحطوهم في لي كيسات بعد ما كنا دهناهم بلا مارغرين. نمشوا هذيك لابولات على كامل لاكيسات كما راكم تشوفوا في الفيديو. بنفس الطريقه راح نكملهم كامل، وراح نجيب الفرشيطه نثقبوهم كاع في الجوايه خياتي. ولا شفتوهم طلعوا لكم في الفوغ في لاباز، ما تخافوش البنات، نورمال. عاودوا هبطوهم غير هكا بصبعتكم، تهبط لاباط وترجع عاديه. سينو تقدروا تحطوا حبات نتاع الحمص باش ما تطلعش لاباز. كونوا مسخنين الفرن، دخلوهم للفرن. هذه المقادير قطعوا لي 8 نتاع لي تارتولات. تقدروا تضاعفوا المقادير. هذو هما لي تارتولات نتاعنا بعد ما طابوا خرجوا ما شاء الله. تقدروا تخلوهم بيضين ولا تحمروهم شويه، راح يجوا ثان ما شاء الله ويجوا طريين، جو صابلي روعه. وهنا الكريمه تاعنا هذه هي بعد ما بردت، نعمروا بها لي تارتولات تاعنا. هذه الكريمه رائعه، وبزوج حبات تشينا تقطع لنا كميه ما شاء الله، يعني تعمر لنا كامل هذوك لي تارتولات. وتزيدت لي شويه يا خياتي. نعمروا لي تارتولات تاعنا بكريمه البرتقال، والتزيين عندكم من الخيار. انا زينتها بالبرتقال مادام هي تحليه بالبرتقال، وريقات نتاع النعناع وحبه تاع كيوي اختياريه. هذه يا خياتي وصفتنا نهار اليوم، تخرج ما شاء الله. تقدروا تحضروها لافراد العائله. نقترح لكم تحضروها في شهر رمضان الفضيل للسهره لأفراد العائلة ولا لضيوفكم، أكيد راح تعجبهم. ونقترح لكم أيضا كمشروع، يعني مقاديرها بسيطة وفي المتناول، وتقطع لكم كمية ما شاء الله. يعني بكاس فارينة عندكم 8 نتاع لي تارتولات. وهذيك المغرفة نتاع السمن راح تعطي لها واحد المذاق مع لافاني هايل. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم، نتمنى تنال إعجابكم. إلى الملتقى مع وصفات أخرى إن شاء الله. إلى ذلكم الحين تهلاو في رواحكم بزاف، في أمان الله وحفظه. مع السلامة. ما تنسوش اللايك والاشتراك بالنسبة للجدد، وشكرا مسبقا.